بصي بقى يا ست الكل، لو عايزه تعرفي الوجبه دي عملناها ازاي والكفته دي عملناها من الف للياء، كملي معايا الفيديو وهتشوفي طريقه مفيش اسهل ولا اجمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب يكون سنه سعيده عليكم، وكل سنه واحنا طيبين، وكل سنه واحنا مع بعض باذن الله. ويا رب تعملوا لايك وما تنسونيش، وقناه تكبر بيكم وليكم. عندي لحمه مفرومه، ولقيت عندي رز مطحون. لا مش هقولك بقى في السوبر ماركت الكبير والحاجات دي، لا، من عند اي عطار هتلاقي الرز المطحون ده. او ما عندكيش يا ست الكل، هتجيبي الرز وتغسليه وتسيبيه ينشف وتطحنيه في مطحنتك. وعندي لقيت عندي برده في التلاجة خضره. جبت رزمه كزبره، على بقدونس، على شبت، على بصلتين، ما كتريش البصل، على 5 6 7 فصوص ثوم. بصوا بقى بهاراتنا اللي هتخلي لك ريحه الكفته تجيب للاخر. بصي بقى، ده توم باودر، وده فلفل، ودي انا بحط، انت مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس دي بتاعت فاتن. دي بهارات لحمه، قرفه، جنزبيل، بصل باودر، قرنفل، كبابه صيني، ملح، كزبره ناشفه، وكمون طبعا. وايه تاني بقى؟ هنحط لها معلقه بيكنج باودر، بس معلقه بيكنج باودر اهو. هنحط معلقه كبيره. ليه بقى معلقه البيكنج باودر؟ احنا هنعمل الكيكه؟ لا مش هنعمل كيكه والله، بس دي هتخليها لك نفشه كده. وسمي بسم الله. ادي اللحمه، عشان هقول لكم اللحمه مثلا ده نص كيلو، هحط نص كيلو رز عليه. ده نص كيلو رز، هحط عليه اللحمه بتاعتي اهي، احط عليها الخضره، شبت وبقدونس. برده في حاجه تانية ورق، بس يعني لو لقيتي عود زي ده لا ارميه، مش عايزينه. بقدونس، البصل بتاعنا، الثوم، البهارات، وهقلب كويس ونشوف هنعمل ايه. قلبناه بقى اهو كويس خالص. هجيب الكبه بقى ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، رجعت لكم بعد ما ضربتها. بصوا جمالها، حلوه قوي قوي قوي، وريحتها تحفه، وما فيهاش الشغط اللي انا كنت بجيبه من بره ولا اي حاجه. وجربت كده بيني وبينكم كده وحدتين، الولاد عجبوهم جدا. عشان نصبحها بقى مع بعض، بصوا هنا عامله طبق فيه زيت وطبق فاضي. نصبع بقى مع بعض بسم الله. بصوا هنبل ايدينا الاول بالزيت كده، ناخد حته اهي. بصوا حاولوا ايه ترفعوها عشان هي بتكش. بصوا هتكش معاكم سنه صغيره اهو. نعمل واحده تانية. طبعا الكميه دي كلها انا مش هعملها في مره واحده، انا هصبعها واحطها في اطباق واحطها في الفريزر وقت ما وهي متصبعه، بس لما تعوزوها تروحوا مطلعينها ومقلينها اكنكم لسه عاملينها طازه اهي. وبين كل صف وصف تحطوا كيس تلاجة، يطلع لكم في منتهى السهوله، ولا لازقه في بعض ولا اي حاجه. بصوا انا حطيت ايديا بس زيت مره واحده وخلاص. ايه رايكم في الجمال ده؟ اهو مش هتاخد منكم وقت خالص 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 بالطريقه دي اهي. وبصوا لونها، بصوا لونها وحلاوتها بجد حلوه قوي قوي. وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه. انا ضربتها مرتين في الكبه، خدت وشين بس. انت تبع ما انت بتحبي بقى. ما شاء الله جميله اهي، حلوه قوي 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 اهي اهو. بصوا عملت لكم كميه محترمه. وبعد ما تضربيها في الكبه بقى، سيبيها شويه في التلاجة قيمه ساعه كده، وبعدين ايه صبعيها زي ما انت شايفه كده بس. بصي بقى يا ستي الكل، عشان تبقى معاكي حلوه كده، انا كميه الرز واللحمه فيها باينه جدا 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 وجميله قوي قوي قوي، والبهارات ريحتها جايبه اخر الدنيا. بصي بقى عشان تعمليها حلوه وتطلع جميله، نفس كميه اللحمه هو كميه الرز، ما تزوديش ولا تقللي. في ناس تقول لك لا هي نعمل ايه مثلا كيلو الا ربع رز وعلى نص لحمه، لا، نص اللحمه هو نص الرز، ربع لحمه ربع رز، مع شبت، حزمه، وحزمه كزبره، وحزمه بقدونس، والبهارات اللي قلت لك عليها، والثوم طبعا والبصل، وتضربيها في الكبه وبألف هنا اهي. بصوا بقى اهو صبعت الكفته. بصوا بسم الله ما شاء الله
بصوا الطبق ده اللي هنعمله النهارده في غدانا. الطبق ده زي ما انا قلت لكم اهو. بصوا كام، 1 2 3. اروح مقفلاه كده كويس قوي، وفي الفريزر ينفع في وقت زنقه اهو. بصوا بين كل راق وراق يعني اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله لونها، وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه. لكم بقى في الكفته الجميله دي ايه، يلا نشوفها بقى واحنا بنحمرها. الزيت بتاعنا على النار اهو، وانزل بيها بسم الله. احمرها بقى وارجع لكم. بصوا بقى يلا نعمل بقى الصلصه مع بعض اهو. هنا حاطه توم وزبده، واقطع البصل. بصوا انا لقيت البصل لما تتقطع كده طريقه بقى مامتي ومامتك وجدتنا، والله العظيم الاكل طعمه بيختلف. تصدقي قطعيها رفيع قوي شباب في الاكل. هما زمان ما كانش عارفين مبشره ولا عارفين حاجه اهي. والله بجد بجد الاكل بيختلف جدا، طعمه تحسي كده في جمال ما شاء الله سبحان الله اهي. بس اهو هنقلب فيها لحد ما الايه البصله دي نلاقيها شفافه، وهننزل عليها بعصير الطماطم، وهنحط ملح وفلفل وحبه كزبره ناشفه وحبه كمون بس. ما فيهاش اي افتكاسات الصلصه بتاعت الكفته. غدوه حلوه وعلى قد الايد يعتبر برده. نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو وكوبايه رز او اقل من كوبايه رز طبعا. هتشوفي نص كيلو رز قد ايه. اي نعم الرز ما بقاش رخيص، بس هتعملي اكله حلوه قوي لاولادك. حله وجنبيها حبه رز بشعريه وحبه سلطه او حبه مخلل، وما شاء الله وبالف هنا. اولاد هيقوموا شبعانين واكله زي الفل. الكيلو اللي انا عملته ده ممكن اعمله على مرتين او 3 مرات كمان. نقعد نقلب فيها لحد ما نلاقي السمنه ايه بتاعتها طلعت منها تاني اهي. بصوا بدات تطلع السمنه تاني. شايفين ولا مش شايفين السمنه اهي؟ هو البصل كان شربه بدا ايه تطلع تاني السمنه كده. انا هنزل بالصلصه هسيب كده شويه كده. انت عندك طماطم انزلي بالطماطم، عليها بحبه بس. نحط بقى توابلنا ملح وفلفل وكمون وكزبره وبس. كفته زي الفل. اسيبها بقى تغلي وارجع لكم. بصوا بقى كده انا رجعت اهو حمرت. بصوا حلاوتها. هنحط بقى بسم الله، هنشوف بقى هتفك مننا ولا لا. بصوا بصوا من جوه طعمها هقول لكم. مش هحطها اهي وهنشوف ونشوف هنعمل ايه اهي. بصوا ولا اشتكت ولا فكت ولا اي حاجه. انا متاكده اول ما هتشوفي الفيديو ده هتقومي تعمليها. عندك حته لحمه كده على جنب كده، حته لحمه مفرومه، لو مش مفرومه افرمي وحطيها. وعندك طبعا ايه عارفه الحزمتين الخضر اللي بنسيبهم في الثلاجه لحد ما ينشفوا دول، طلعيهم واغسليهم واعمليهم. وحبه رز لو مش عندك مطحون اطحني كوبايه رز وقومي اعملي احلى اكله. والله احلى اكله بجد، والعيال هيحبوها. وسيبي لهم حبه كده، ما تنسيش تشتري حبه ايه من غير ما تحطيها في الصلصه عشان عيالك يروحوا ييجوا عليها. ايه رايك بقى في وجبتنا النهارده او في غدانا النهارده؟ يا رب يكون عجبكم. رجعت لكم اهو بعد ما خلصت كفتتنا وعملناها مع بعض من اول ما كانت لحمه مفرومه لحد ما بقت كفته. بصوا اهي كفتتنا وهي متصبعه هتشال في الفريزر وقت زنقتنا اهي. ودي كفتتنا وهي متحمره. بصي بصي يا ستي كل جمالها وحلاوتها. والرز بصوا جميل. بصوا بقى الكفته اهي. بصوا الكفته طبعا دي اللي بيتخانقوا عليها العيال كلها اهي بالصوص. بصوا حلاوتها وجمالها بسم الله. بصوا بقى حلوه قوي 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 بجد بجد حلوه قوي. ولكنك جايباها من عند ايه جزار بتتعاملي معاه بقالك 100 سنه. والله الطريقه دي تحفه تحفه قوي قوي قوي. اللحمه فيها باينه
مفيش حاجه اكتر من حاجه ولا حاجه اقل من حاجه، لا اللحمه باينه. بصي مش هقدر اقول لك حاجه، جربيها وايه وانت هتشوفي اللي كلامي صح. البهارات اللي حطيتها مخليه طعمها في حته تانية. بصي ما كشتش كتير اهي، ما كشتش كتير يعني حته هو لازم هتكش. بصوا ما كشتش كتير، ما تخنتش قوي، ما بقاش شكلها اللي هو بعجج ده اهي، زي الفل. ما فكتش معايا في الصلصه اهي، سبتها تغلي كتير في الصلصه اهو زي الفل. يا رب الطريقه تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي جربتوها، ويا رب القناه تكبر بيكم وليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده بتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك. سلام عليكم.